معكم أفنان. اليوم هنحضر مع بعض تشيز كيك بتوت من بيتي كروكر. حبيت اليوم نعمل وصفة خفيفة لذيذة مع بداية الصيف من الخفاءة للثلاجة. خلونا نشوف مع بعض المقادير. أول شي هنحتاج علبة تشيز كيك من بيتي كروكر، 400 ملي حليب و50 جرام زبدة مذابة. أول شي هذا شكل علبة بيتي كروكر من تشيز كيك. طبعا أنا اخترتها بالتوت، هي فيها يعني أنواع كتيرة بس أنا حبيت التوت. خلينا نفتح العلبة ونشوف شو جواتها. جواتها في تشيز بودرة وبسكوت مطحون وصوص التوت. أول خطوة هنعملها هندوب الزبدة وهنضيف إلها البسكوت المطحون. بعد هيك هنحطها في صينية تشيز كيك، طبعا يكون قطرها ما بين 15 في 10. هنفرد البسكوت في الصينية ونضغط عليه، بعدين هندخل الصينية في الثلاجة قبل ما نجهز الكريم تشيز. في الخفاءة الكهربائية هنضيف خليط التشيز كيك البودرة مع الحليب، يعني 400 ملي حليب، يعني عبارة عن كوب واحد من الحليب، وهنخفق لغاية ما يتكاثف. بداية حطيت على سرعة بطيئة لغاية ما اندمج مع بعضه، وبعدين حطيت على سرعة متوسطة حتى يتكاثف معنا. يصير الخليط بهذا القوام بيكون جاهز. طبعا هياخد في الخفق 5 دقايق. بعدين هناخد الكريم تشيز اللي خفقناها وهنضيفها على البسكوت، طبعا طلعه من الثلاجة، وهنضيف عليه الكريم تشيز ونفردها بالصينية ونساويها. بعد ما نفردها هندخلها تاني على الثلاجة، هتقعد في الثلاجة مدة 2 ساعات. اذا حابينها تكون متماسكة اكتر، يعني عشان تضمنوا انها يعني متماسكة، ممكن تسيبوها ليلة كاملة او 6 ساعات. بعد ما نطلعها من الثلاجة نستخدم سكينة نحزز الحواف لنقدر نفكها. هنفك الصينية ونوزع صوص التوت عليها. هنفرد صوص التوت عليها وقطعوها بالطريقة اللي بتحبوها، وصحتين وعافية عليكم. بهيك بنكون خلصنا وصفة اليوم. يا رب تكونوا حبيتوا الوصفة. عبروني بلايك ولا تنسوا تشتركوا في قناتي. استنوني في الفيديو الجاي من مطبخ أفنان. مع السلامة.